اهلا بيكم في برنامج هدية مستخبية. ازيك؟ الحمد لله. ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ماريا. ماريا، عندك كام سنة؟ 7 سنين. جاهزة للعبة بتاعتنا؟ طيب اللعبة بتاعتنا مكونة من 5 أسئلة. لازم تجاوبي ال5 أسئلة صح علشان تاخدي الهدية المستخبية. لو غلطتي في أي سؤال مش هتاخدي الهدية المستخبية. حلوة دي؟ سهلة؟ معاكي وسيلتين مساعدة. كل لما في سؤال ما تعرفيش تجاوبيه فكري كويس، وبعد كده لو ما عرفتيش قولي لي أنا عايزة وسيلة مساعدة. فليكي مرتين مساعدة. اتفقنا؟ لا مش سامع. اتفقنا. طيب في ملك استهان بكلمة ربنا اللي كان أرميا كتبها، ماشي؟ وبعد كده ربنا عاقبه. مين بقى الملك ده؟ فرعون ولا نبوخذ نصر ولا يهوياقيم ولا هيرودس؟ فرعون. فكرت؟ فرعون. فرعون إجابة أخيرة أكيدة؟ فكرتي؟ إجابة خطأ. إجابة خطأ بس ولا يهمك ولا يهمك. هنقدر نكمل بقية الأسئلة برضه، ماشي؟ الملك اللي استهان بكلمة ربنا كان اسمه يهوياقيم، ماشي؟ وربنا عاقبه بعد كده عقاب مش كويس. نخش على السؤال التاني. كملي الآية اللي أنا هقولها دي. لأني ساهر على نقط لأجريها. لأني ساهر على نقط لأجريها. إيه النقط دي بقى مكانها إيه؟ لأني ساهر على خليقتي، ولا لأني ساهر على قوانيني، ولا إني ساهر على كلمتي، ولا إني ساهر على أحكامي؟ إيه؟ سمعتي الآية دي قبل كده؟ عادي لو ما سمعتهاش مش مشكلة، ادي بنتعلمها. كلمتي؟ صح، إجابة صحيحة، برافو عليك يا ماريا. برافو عليك. السؤال الثالث. كملي الآية. لا يزول حرف واحد أو نقط واحدة من الناموس. إيه النقط دي بقى؟ لا يزول حرف واحد أو كلمة، ولا أو نقطة، ولا أو آية، ولا أو وصية؟ وصية. وعندك وسيلة مساعدة. تحبي أساعدك؟ أسهلك الأمور؟ عشان أسهلك الأمور؟ ماشي. تحبي وسيله مساعده؟ طب وسيله المساعده ان انا هقول لك الكلمه بس انا من غير صوت، بق بس كده وانت تعرفيها. صح كده؟ ها طيب. لا يزول حرف واحد او نقطة. برافو عليكي، جبتيها لوحدك. انا ما قلتش حاجه ولا ساعدتك ولا ساعدتك شويه. برافو عليكي يا ماريا. السؤال الرابع. مين النبي اللي كان ايام يهوياقيم؟ أرميا، ولا يشوع، ولا موسى، ولا يوحنا المعمدان؟ وعندك وسيلة مساعدة ثانية. أرميا؟ برافو يا ماريا. أنا ما قلتش حاجة من عندي. برافو. فاضلك سؤال واحد. شاطرة. وعندك وسيلة مساعدة. دي الحلاوة دي. السؤال الخامس والأخير. ليه كلمة ربنا ما اتغيرتش لحد النهارده؟ يعني ليه الكتاب المقدس ما فيش أي فيه كلام اتغير؟ علشان محدش بيقراها أصلا؟ ولا عشان إحنا مش بنعرف نقرا ونكتب؟ ولا عشان الله بيحافظ على كلامه؟ ولا عشان إحنا مكسلين نغيرها؟ عشان الله حافظ على الكلام. انت كده جاوبتي معانا 4 أسئلة من 5. يمكن ما خدتيش معانا الجايزة بس انت عملتي عمل عظيم. ان جاوبتي 4 من 5 دي حاجة يعني انا نفسي ما كنتش اعرف اعملها. انا فخور بيكي. عارفة الحلقة دي كانت بتتكلم على ايه؟ عن ايه؟ الحلقة دي كنا بنتكلم فيها ان الله بيحافظ على كلمته، وزي ما شفنا في ايات انه ما فيش ولا نقطة ولا كلمة بتتغير والله محافظ عليها. كمان ساعة الملك يهوياقيم لما قطع الرسالة بتاعت ربنا اللي أرميا كتبها،
ربنا قال لارميا اكتب نفس الرساله تاني وزود عليها حته فيها عقاب للملك يهوياقيم، وده اثبات انه كلمه ربنا مش بتتغير ومش هتتغير، واللي هيغيرها هيبقى فيه عقاب.